فكرة انك تعملي مشروع مربح اكيد ده حلم لأي ست بيت، لكن بيجي وقت التنفيذ بنلاقي نفسنا حصلت لنا صدمة، لانك هتتفاجئي ان مشروعك ده محتاج رأس مال، ومش اي رأس مال، ده رأس مال كبير على النقيض تماما. هتلاقي ستات معاها رأس مال، بس المشكلة اللي موجودة عندها ايه هو نوع المشروع اللي انا هبدأه ولا اللي انا عاوزة اعمله. في الفيديو ده ان شاء الله هقولك على 9 افكار لمشاريع حقيقية واقعية ومربحة جدا جدا، والرأس مال اللي انت محتاجاه في المشاريع دي قليل قوي، وفي منهم افكار من غير رأس مال اصلا، هي بس شوية هتحتاج لمجهودك وذكائك. بس قبل ما ابدا الفيديو خليني اقولك قومي اعملي لك دلوقتي كوبايه قهوه كده تصحصحك، لان الكلام اللي هقوله في الفيديو ده مهم جدا ومحتاج فعلا دماغ فايقه. يلا بينا، وزي ما تعودنا من غير كلام كتير ندخل في الموضوع. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين اصحابي وحبايبي واخواتي وكل متابعيني على قناتي. خليني اعرفكم بنفسي لو اول مره تشوفوني، انا سهى ودي قناتي. شرفني جدا ان حضرتك لو اول مره تشوفيني ومش مشتركه فيها تشتركي فيها، عشان ان شاء الله باذن الله مش هتخرجي منها ابدا ابدا الا وانتي مستفاده. المقدمه طبعا اللي كلكم حفظتوها، واوعي تنسي تسيبي لي اللايك عشان حقيقي بيفرحني جدا وبيكافئني على مجهودي، وبحس انك بتكافئيني على تعبي في اني اوصل لك معلومه تفيدك وتغير حياتك كلها ان شاء الله للافضل وللاحسن. قبل ما تبداي اي مشروع في نقطتين مهمين جدا جدا لازم تكوني حطاهم في اعتبارك. اول نقطه هي انك لو فكرتي تعملي اي مشروع اوعي عمرك في حياتك تحطي فيه رأس مالك كله، عشان لو لا قدر الله المشروع خسر او منجحش ما تبقاش الخسارة بتاعتي كبيرة. انا عن نفسي لما احب ابدأ في اي حاجة بحب ابدأ صغيرة، حتى لو بامكاني ان ابدأ كبيرة، وببقى واثقة ان انا ممكن اكل السوق كله. يعني ماشية بمبدأ او بمثل في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. اما بقى عن الحاجة التانية اللي لازم تحطيها في اعتبارك، انك لازم تعملي دراسة جدوى فعالة او مظبوطة، عشان برضو لو لا قدر الله المشروع بتاعك وقع او خسرتي او منجحش تكوني طلعتي منه بخبرة او تجربة، يعني تكوني استفدتي منه عشان ان شاء الله اللي جاي. يعني مثلا انا قررت النهاردة ان انا هتعلم مونتاج، منجحتش في اني اعمل مونتاج لناس او اشتغل شغل مونتاج لحد، يبقى انزل على طول بالخطة التانية، انزل بالخطة البديلة اني هعمل فيديوهات لنفسي على اي منصة على السوشيال ميديا، وهعمل فيديوهات وانا اللي همنتجها لنفسي. اللي بقولهولك ده بس مثال يعني عشان اشرح لك انا قصدي ايه. وبما اني طبعا ما بخبيش عنكم اي حاجة، فحابة اقول لكم ان انا بدأت خطوة جديدة كده، بدأت في مشروع جديد. حقيقي انا الفترة دي محتاجة دعواتكم جدا جدا فوق ما تتخيلوا ان الحاجة دي تنجح معايا وربنا يوفقني فيها. طبعا الحاجة دي بالنسبة لي دلوقتي هي تحت التجربة، علشان لما اطلع اتكلم فيها ابقى اشرح لكم عن خبرة او قصة حقيقية او تجربة حقيقية حصلت معايا. وطبعا اخطاء وقعت فيها هقولك عليها، خطوة خدتها إيجابية ونجحت معايا ونفعت معايا برضو هقولك عليها. يعني في الأول وفي الآخر أنا بحب أقولك خلاصة التجربة إيه. فأرجوكم ادعولي كتير كتير. المشروع الأول بكل بساطة هو شركة نظافة. يعني إيه يا سهى؟ يعني أنا دلوقتي أعرف 3 أو 4 مثلا أفراد أو ستات أو رجالة عادي جدا مفيش مشكلة، حالتهم المادية صعبة، في نفس الوقت هم ناس كويسة، ناس نظيفة، ناس عندها أمانة، قادرين ان هم يشتغلوا وما عندهمش مانع ان هم يشتغلوا الشغل ده او يشتغلوا اي شغل حلال ويسعوا للرزق. اشوف 3 أو 4 افراد فعلا يكونوا محتاجين للشغل. اول خطوة هتبدأي تعمليها هي انك تعملي اعلانات لنفسك على السوشيال ميديا، وهتقولي فيها انك متاح عندك خدمة تنظيف البيوت. مش شرط بس تنظيف البيوت، تنظيف العمارات،
من جوه ومن بره، مداخل، سلالم، تنظيف المحلات، تنظيف الحضانات، تنظيف الشركات، تنظيف المصانع، يعني اي حاجة من الحاجات دي، وتنظيف كمان كومباوندات. هتحددي انتي اجر الناس اللي هتشتغل معاكي، وطبعا بعد كده هتقومي مزودة النسبة بتاعتك او الاجر بتاعك اللي هي طبعا مكسبك. عايزة اقولك ان الميزة في المشروع ده ان رأس مالك هو عبارة عن عدة نظافة وشوية منظفات كده. خدي بالك الموضوع ده ممكن يكسبك ذهب، بس لو قدرتي انتي بذكائك تعملي لنفسك سمعة كويسة، لان المشروع ده في السوق بيكون سمعة، اولا من حيث النظافة، ثانيا من حيث الامانة، والامانة دي حطي تحتها مليون خط. ولو الدنيا مشيت معاكي وقدرتي ان انت تعملي لك عميل، هتلاقي نفسك طبعا بتتوسعي في مجالك. اما بقى عن المشروع التاني فهو التجارة، بانك تشتري سلع مش شرط تعرفي حد محتاجها، المهم انك تشتري السلعة دي بسعر جملة. ابدأي الاول بقطعة واحدة بس. عبارة عن ايه السلعة دي يا سهى؟ اي حاجة اللي انت عايزاه. ممكن ادوات في البيت بتاعنا، ادوات كهربائية، خلاط، هاند بلندر، مكنسة، ممكن مثلا ايه تاني، ممكن طرح، ممكن حافظة بتاعت السجاجيد، ممكن ستارة، ممكن مفرش زي كده تجيبوا منه، يعني حاجة بسيطة زي كده مثلا نجيب منها قطعتين ولا 3. طب انا يا سهى معرفش حد محتاج الحاجات دي وعمري في حياتي ما اشتغلت في الحاجات دي. انا هقولك، قلتلك في الفيديو اللي فات قبل كده منين تجيبي الحاجات دي بسعر جملة، وقلتلك المكان بالتفصيل. هسيبلك الفيديوهات دي في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. طبعا الفيديوهات دي مهمة جدا جدا للي ما شافهاش. اشتريتي السلعة خلاص؟ طيب انا هشوف اصلا سعرها كام في السوق. انا مثلا اشتريت المفرش زي كده مثلا يعني ب50 جنيه. جه الوقت بقى اننا نعرض الحاجة دي او نعرض المفرش ده عشان يتباع واكسب فيه. ماشي، اولا هتعملي دراسة جدوى في ايه بقى؟ في حبة مواقع كده هقولك عليها، زي سوق دوت كوم، زي جوميا، زي اوليكس، زي الفيسبوك ماركت، وعندك كمان موقع علي اكسبريس. هتدخلي على المواقع دي هتدوري على المفرش اللي انت جايباه، هتلاقيه المواقع دي مليانة كل حاجة من الابرة للصاروخ. المفرش اللي انت جايباه ده السعر بتاع المفرش ده عن ثقة هتلاقيه الفرق السعر ما بين كل موقع وموقع زي فرق السما من العمى. هتلاقيه على موقع ب70 جنيه، هتلاقيه على موقع ب300 جنيه، هتلاقيه على موقع ب500 جنيه، هتلاقيه على موقع ب200 جنيه. المهم هندور على المفرش ده عند اعلى سعر في اي موقع فيهم. يعني مثلا لقينا المفرش ده معروض اعلى سعر ليه 300 جنيه على مثلا سوق دوت كوم، يبقى انا اعرض المفرش بتاعي اللي انا جايباه ب50 جنيه على سوق دوت كوم بس ب250 جنيه. مش شرط بقى في المفرش، شنط، جزم، اكسسوارات، ميك اب، برفانات، يعني حاجات كتير، اي حاجة. ولما تيجي تعرضي الحاجة اللي انت جايباها دي تاخدي الصورة اللي معروضة اللي هي صورة المفرش ابو 300 جنيه، طالما هو نفس الشكل، وتعرضيها انت ب250 جنيه. رأس مالك هنا هو ايه؟ هو ال50 جنيه. انتوا متخيلين ان في ناس بتعمل الفكرة دي بانها تشتري الحاجات؟ يعني انا قلتلك ان المفرش ده ممكن نلاقيه على موقع ب70 جنيه وعلى موقع تاني ب300 جنيه. متخيلين ان في ناس اصلا هي دي شغلانتها تشتري الحاجة من على المواقع اللي بتتباع بسعر رخيص وتبيعها هي بسعر غالي؟ يعني الشغل ده زي بالظبط البنات اللي بتبيع حاجات من شي ان، تروح هي تشتريها من على المواقع بسعر واحنا ناخدها بسعر تاني خالص. قدامك بقى الموضوع ده تعمليه في اي حاجة،
وفي اي سلعة. يعني متخيلة كده ان ممكن حد يروح يشتري قطعة زي كده ب50 جنيه، واخر اليوم يلاقيها اتباعت منه ب250 جنيه. وإلا بقى لو جمع من الحاجة دي اوردر كامل، يعني راح مثلا جاب 10 قطع ولا 15 قطعة، بسم الله ما شاء الله، طبعا دي مكسب تاني. بس هي موضوع التجارة ده يعني فعلا صدق اللي قال التجارة شطارة، وفي ناس بتعرف تجيب الفلوس من الهوا، وفي الأول وفي الآخر بتسميها تجارة. المشروع الثالث، أما بقى عن فكرة المشروع الثالث، فهو من أكتر المشاريع في الربح. وهو إيه بقى يا سهى؟ هو تصنيع العطور، ورأس مالها كله يعني ممكن ما يتعداش 8 إزازتين مثلا صغيرين برفان. ولو انت واحدة ما عندكيش خلفية عن الموضوع ده، قولي بس على اليوتيوب كيفية تصنيع العطور او ازاي اصنع عطر، هتلاقي نفسك هما فيديوهين بالظبط وهتبقي استاذة في تصنيع العطور. وعلى فكرة الموضوع ده مش هيقف بس على اني اسوق لنفسي اونلاين ولازم يكون عندي جروب والسوشيال ميديا وكده، لا، انت ممكن توزعي الناس اصلا جنبك. بيوتي سنتر، كوافير، محل مثلا بتاع اللي هي الحاجات بتاعتنا احنا، الميك اب والعطور والاكسسوارات والكلام ده. وطول ما انت في اول طريقك مركزة اكتر على انك تكسبي زبون اكتر ما تكسبي فلوس، يبقى هتبيعي وهتكسبي لانك كده ماشية صح. ولو هتوصلي اي حاجة لاي حد، دلوقتي سعر التوصيل بيتضاف على تمن الحاجة نفسها اصلا، وبيقولوا التوصيل ببلاش، وبيكون العميل مرضي ومبسوط جدا جدا، وفي الاخر اسمها برضو تجارة. المشروع الرابع بقى محتاج دماغ عالية قوي ومحتاج تركيز عالي قوي قوي، لان المكسب فيه بيوصل للدولار. هو ايه بقى يا سهى؟ هو اكسسوارات الموبايلات والجرابات بتاعة الموبايلات، اكتر سلعة شغالة في الوقت الحالي بلا منازع. وهتقدري من ورا المشروع ده الربح بتاعك يكون بالدولارات. صلى على النبي الاول يا ست الكل وركزي معايا. هقولك انت لو دلوقتي حالا وقفت الفيديو ورحتي على سوق.com تبحثي عن جرابات التليفونات والاكسسوار، خلينا في الجرابات، هتلاقي ان الجراب في المواقع دي بيبقى من 50 ل70 ل100 جنيه على حسب شكل ونوع الجراب. انما بقى لو دورتي عليه في دولة زي دولة انجلترا مثلا، هتلاقيه معروض بكام؟ هتلاقيه معروض ب50 جنيه استرليني، بما يعادل 3000 جنيه. ما هي الدول دي كل حاجة فيها أساسية، يعني كل حاجة من أساسيات المعيشة رخيصة، إنما الرفاهيات غالية جدا جدا. يعني سعر جراب التليفون أعلى بكتير جدا من سعر التليفون نفسه. التليفون كلنا محتاجينه، إنما الجراب مش هيجرالك حاجة يعني لو ما جبتش جراب. يعني انت بس بعيلك جرابين في الشهر وعودي طول الشهر حاطه رجل على رجل، ما تبيعيش اي حاجه تاني. بهزر طبعا، ما تصدقيش الكلام ده، مش بهزر في موضوع سعر الجراب، لا، الكلام لغايه هنا كان حقيقي. اللي بهزر فيه هو انك بعيلك جرابين وعودي حاطه رجل على رجل، مفيش عندي الكلام ده. نيجي بقى للخطوه الاهم، ابيع يا سهى الحاجات دي ازاي بالسعر ده؟ عن طريق الموقعين دول، اي باي او امازون، بس هتحتاجي انك تفتحي حساب باي بال. المشروع الخامس والمفضل ليا والمقرب لقلبي هو مشروع الاكلات الجاهزة والاكلات السريعة، مشروع الطبخ عامة. بس انا هنا هخص بكلامي الاكلات السريعة، الوجبات التيك اواي. تقدري حضرتك تنزلي على مواقع كتير وعلى منصات كتير في السوشيال ميديا انك بتعملي اكل للعمال في المصانع وللموظفين في الشركات، والاسعار تكون معقولة والكميات تكون كويسة. وده طبعا هيكون محتاج تصوير كويس جدا جدا، وانك تعرضي حاجتك بصورة برضو كويسة. وطبعا اتكلمت بالتفصيل الممل عن الموضوع ده وكان ربحه معايا قد ايه، ولسه كمان هعمل له فيديو كامل لوحده. بس لو شجعتوني بلايكات كتير على الفيديو ده هسيب لكم برضو اللينك في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. المشروع السادس بقى هو الترجمة. اذا كنتي بتعرفي لغة
او ما بتعرفيش فهتشتغلي في الموضوع ده. يعني في ناس كتير جدا بتحتاج اللي يترجم لها شغلها، ممكن تكون هي بتعرف تترجم بس ما بتبقاش فاضية. طيب بعرف لغة دي يا سهى، عرفنا هعمل ايه وهعرف اترجم. طيب انا لو ما بعرفش لغة هعرف ازاي ان انا اترجم؟ من شات جي بي تي. الاي اي ما خلاش اي حاجة. هتقولي لي يا سهى يعني هو اللي عايز يترجم حاجة مش هيعرف يترجمها لنفسه بالاي اي او شات جي بي تي؟ لا، هيعرف يترجمها لنفسه، بس زي ما قلتلك في الاول هو مش فاضي. يعني في ناس كتير شغالة في كذا حاجة، وحتى وقت فراغها بتديه لبيتها زي ما انا بعمل كده، فطبعا بتحتاج ان حد يسعفها، حد ينقذها، حد يساعدها. وطبعا الكلام ده بينطبق على مجالات كتير جدا، مش شرط الترجمة بس. ورأس مال المشروع ده طبعا زيرو. والخدمة دي تقدري انك تعرضيها على مواقع الفريلانسر. اوصل لها ازاي يا سهى؟ ادخلي على جوجل واكتبي مواقع الفريلانسر، هتلاقيه راصصهم لك كلهم. وفي موقع برضو زي موقع خمسات، الموقع ده فيه ناس كتير جدا بتطلب خدمات اشكال والوان. انت بتدخلي عليه وبتشوفي ايه الحاجات اللي معروضة تكوني انت تقدري تعمليها او متمكنة منها، وتبدأي ان انت تتعاملي بقى. هتلاقي اللي عاوز شغل مونتاج، هتلاقي اللي عاوز شغل ترجمة، هتلاقي اللي عاوز حد يصمم له غلاف كتاب. اما بقى عن المشروع السابع، لو انت بتعرفي تعملي ديكورات السبوع او ديكورات الحفلات زي الخطوبة، طبعا بعد ما الاسعار كلها بوم لفوق واسعار القاعات كلها غليت، فبقت اكترية الحفلات والخطوبات وكتب الكتاب والكلام ده بيتعمل في البيت، وبيعملوا ديزاين او ديكور زيه زي الكوشة بتاعت القاعات والكلام ده. كل اللي عليك ان انت بس يكون معاكي حد تاني يساعدك، وتبدأي برضو تعملي لنفسك اعلانات على السوشيال ميديا انك بتعرفي تعملي ديكورات الحفلات وديكورات السبوع. والحاجات دي طبعا منتشرة كتير جدا جدا الفترة دي ومن فترة فاتت كمان. اوعي واياكي تقللي من اي مهارة عندك، لانك انتي لو عندك المهارة دي في حد تاني قاعد مكانه لا يفقه عنها شيئا. فكل اللي اقدر اقولهولك انك فعلا تستاهلي عليها فلوس. اما بقى عن المشروع الثامن فهو تأجير الملابس او فساتين السواريه. كام واحدة فينا اجرت 200,000 فستان ومركون عندها في الدولاب، خلاص ما بقاش لازمها لانها لبسته في فرح واتنين وما ينفعش ان هي تظهر بيه تاني. دول بقوا موجودين في الدولاب بيكلموا بعض حرفيا مركونين ما بجيش جنبهم. طب ليه ما فكرتيش انك تأجريهم لاصحابك لجيرانك، تنزلي على السوشيال ميديا تصوريهم صور حلوة وكويسة كده، او لو عندك انتي صور انتي لابساهم صور حلوة كده محتشمة تنزليها، تأجريهم بسعر يكونوا اقل من سعر الفستان في السوق. يعني لو دلوقتي اقل فستان انتي ممكن تأجريه ب600 جنيه، لا انا اخليه ب500، يعني اخلي سعره اقل حبة صغيرين من اي اتيليه. ومش شرط على فكرة الفساتين بس، يعني عندك انت اي سوت، عندك مثلا بلوزة، عيالك بناتك عندهم فساتين، عيالك اولادك عندهم بدل، جوزك لو عنده بليزر او بدلة، بس طبعا باذنه علشان ما نروحش فيها اللومان. يعني في ناس كتير جدا بتحتاج ان هي تأجر فساتين او تأجر لبس عامة في اي مناسبة او اي خروجة، بدل ما تروح تشتري القطعة بشيء وشويات متبقاش الميزانية سامحة معاها او مش معاها فلوس ان هي تجيب الحاجة تشتريها جديدة. فده بيكون حل بديل ان هي تأجر حاجة بيكون بسعر اقل شوية. او في ناس برضو بتروح تأجر عشان ما بتحبش تظهر بالحاجة مرتين وتلاتة. بدلة الفرح بتاعت جوزك اللي مركونة في الدولاب لغاية ما خلاص القماش بتاعها هيدوب، فستان فرحك، الهربس، التاج، طرحة فستانك، البادي بتاع فستانك، كل دي حاجات ينفع ان انت تأجريها، وكل حاجة منهم ليها سعر. اما بقى عن تاسع مشروع والاخير، انا نسيت اعملك كده، مش مشكلة عادي انت عارفة. تاسع مشروع والاخير عبارة عن ايه يا سهى؟ عبارة عن التجارة الإلكترونية. الموضوع ده مجاله واسع جدا جدا فوق ما تتخيلي. طبعا انا مش هقدر اتكلم عليه كله في الفيديو ده، ان شاء الله هبقى اعمل له فيديو لوحده، بس انا هتكلم عن نقطتين منه بس. اولا تصميم المواقع. لو بتعرفي تصممي مواقع
او حتى لو ما بتعرفيش ممكن تتعلمي، لان الحاجات دي بقت في الوقت ده سهلة قوي. الجيران الجيران لازم تطلع وتتكلم دلوقتي. ما علينا. ناس كتير جدا بتكون محتاجة لده ومستعدة تدفع فيه شيء وشويات، لان الربح اللي هيجيلها منه هو شيء وشيء وشيء كبير قوي. ربنا يرزقهم طبعا ويوسع رزقهم ويرزقنا احنا كمان من جنبهم. بتعرفي تديري صفحات؟ انا كل يوم بشوف على الفيسبوك صفحات كبيرة محتاجة الناس تنزل معاها بوستات وتدير معاها الجروبات بتاعتها والصفحات بتاعتها. اعملي اعلانات لنفسك انك تقدري تديري صفحات. نقطة تاني هقولك عليها ويمكن اتكلمتي فيها في الفيديو اللي فات واتفاجئت من ردة فعل الناس عليها بجد. انت لو بتعرفي تعملي اعلانات ممولة هتكسبي من وراها اقسم بالله العظيم ذهب. يعني ايه انا اتكلم في الفيديو اللي فات واقول يا جماعة كبروا نفسكم وكبروا مشاريعكم بالاعلانات الممولة. الاعلان الممول لما باجي كنت اعمله لنفسي ما بتكلفش معايا من 200 جنيه ل 400 جنيه لما يستعظم قوي، واتفاجئ ان في ناس في الكومنتات بتقولي انا كلمت حد يعمل لي اعلان ممول قال لي الاعلان هيتكلف 1500. ايه ده يا جماعة؟ ده ايه اللي احنا فيه ده؟ ده هو مش واقف عليه باكتر من 200 او 300 جنيه ولا حتى 400 جنيه، وهو طبعا مكسبه ضعفين المبلغ. ايه يا جماعة اللي انتوا وصلتوا له ده؟ يعني انت بتعرفي تعملي اعلان ممول اعمليه انت ب1000 جنيه لو هو ده سعر السوق دلوقتي. يعني انا بعرف اعمل اعلانات ممولة. يعني خلاص بقى يا جماعة انا هقفل اليوتيوب على كده خلاص، وهقفل كل مشاريعي والمشاريع اللي انا عمالة نازلة طالعة واوجع قلبي عليها عشان خاطر ايه اصلا. ويجي واحد او واحدة تعمل لها 3-4 اعلانات في اليوم تخش لها في 5000 جنيه في اليوم وشكرا على كده. هي بتشتغل وبتتعب؟ لا والله، ده احنا اللي بنلعب بقى. لو انتوا على المنظر ده انتوا اللي بتشتغلوا. الاعلان بياخد وقت قد ايه؟ نص ساعة بس. هي المشكلة ان في ناس ما عندهاش علم اصلا بطريقة الاعلان ده بيتعمل ازاي. اما بالنسبة اللي كان بيسألني اعمل الاعلان ازاي، تقدروا تجيبوا الطريقة بالتفصيل يا جماعة من فيديوهات اليوتيوب، ناس كتير جدا بتشرحها. وانا ربنا يقدرني كده ان شاء الله وابقى اعمل لكم فيديو انكم ازاي تعملوا اعلانات ممولة، مع ان ده مش مجالي اصلا وانا مش حابة ان انا اعمل كده وادخل في الاتجاه ده عشان ده مش المجال بتاعي حتى يعني على القناة. ولو انت اتعلمتي طريقة الاعلان الممول من على اليوتيوب اعملي لنفسك اعلانين 3 وهيبقى طبعا شغل تحفة جدا ومصدر دخله رهيب. يعني انا لو في اليوم طلعت لي ب5000 جنيه، في الشهر ب15000 جنيه، في السنة بكام؟ في السنة في ظرف سنتين هكون مليونيرة مثلا. يلا يا جماعة كلنا على الاعلانات الممولة، يلا كلنا نشتغل بتوع اعلانات ممولة دلوقتي حالا. وبس كده، دي كانت افكار النهاردة كلها سهلة وبسيطة وتقريبا رأس المال بتاعها شبه منعدم. اما عن ربح المشاريع دي فهو اعلان ممول. اعلان ممول. يلا ابدأي من بكرة، اسعي في انك تغيري حياتك. الدنيا بتتقدم، الدنيا بتتحرك، الناس كلها دلوقتي بتسعى، فمش عايزة اشوفك ابدا انت كمان قاعدة مكانك. ولو حابين ان انا استمر ان شاء الله في السلسلة دي ارفعوا الفيديو ده بلايكات كتير جدا جدا، وقولولي طبعا في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله بإذن الله، وانتوا احسن حد في الدنيا كلها. ويلا سلام.